السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه. في هذا الفيديو غنحضروا واحد العصير رائع جدا. باش نصايبوه كنحتاجوا البرتقال اللي كنعصروه. بعد ذلك كناخذوا واحد الجزره وكنحكوها هكا في الحكاكه، سواء الرقيقه او الجهه الغليظه، غير باش كتسهل علينا. يعني فاش كنكونوا كنطحنوها كتطحن بسرعه. كيفاش كتعرفوا الجزر شويه كيكون، يعني ملي تيكون خضر تيكون شويه قاصح. فانا استعملت غير نصف لانه عندي جزره كبيره، نتوما استعملوا جزره يعني تكون بحجم صغير. ثم عندي الفريز، كناخذ واحد الكميه من الفريز كيف كتشوفوا، كنحيدوا لهذوك الرويصات الخضرين. ثم بعد ذلك تنقطعوهم هكا لطريفات صغيره باش حتى هما يطحنوا بسرعه. فالفريز كيعطي واحد المذاق رائع للعصير. في الكاس ديال الخلاط الكهربائي غنوضع الفريز اللي قطعت، ثم غادي نضيف ليه الجزر محكوك، ثم نضيف عصير البرتقال للكل، وغادي نضيف واحد 3 ديال الحبات ديال التمر. الا كان التمر قاصح بامكانكم ترطبوه في شويه ديال الماء من قبل باش تحليو به العصير. ثم غادي نطحنوا كلشي في الخلاط الكهربائي هكا حتى كيولي العصير عندنا متجانس مزيان وخاتر. والعصير ديالنا هو هذا كيف كتشوفوا، القوام ديالو كيجي رائع، كيجي لذيذ وصحي، ما غاديش تشبعوا منه. بامكانكم توضعوه في الثلاجه وتبردوه هكا شويه الا كنتو كتحبوا المذاق البارد. فعلا عصير منعش واقتصادي ولذيذ بزاف بزاف. جربوه وخليوا لي تعليق، ونقول لكم الى اللقاء في وصفه لذيذه قادمه.